عليكم، نتعرف بك. خديجة يحيى حسن. طيب يا خديجة يحيى حسن، يعني شنو خمرمات؟ خمرمات يعني الخمرمات يعني جماعة وحده عشاق. معقولة؟ ده اليوم الحنين يا اليوم الجميل، آخر يوم للمعاصي قبل رمضان يعني. السلام والاحترام أيها السادة الكرام. إخوة، لكم تحية وتقدير من أخوكم أبو زنجلة. بجد إني مبسوط وسعيد مرتاح وشاكركم فردا فردا، كبير وصغير، رجل امرأة. لا يشرف إن أكون صديقكم وأخوكم. بصراحة وصلنا ألف وكسر، فده شرف كبير، وبفضل الله وفضلكم أنا وصلت للعدد ده، وما كنت متوقع إنه الشيباني ده يبقى شنو إنسان يوتيوبر. فأنا أقول لكم رمضان كريم، والصوم وتفطر على غير، وإن شاء الله يا ربي دائما تشوفوا الخير. أما برنامجنا ما بنقليه، جيش مكافحة الظواهر السالبة. اربط الحزام وجروا الاسم. فالليلة برنامج ملولو من الطرائف والحاجات الغريبة، والمثل السوداني بيقول لك القلم ما بزيد خمر الرماد ده أكل وشراب، يطلعوا مجموعة شيلوا لهم معقولات لحوم بتاع في رحلة، والناس دي تضرب. لكن مع الأسف الشديد إنهم بيقدموا بعض الأخطاء والمعاصي كمية لا تحصى ولا تعد. واحد يعني مثلا هو ماشي في مجموعة شبابية اسمها رحلة، يكون شايل له جنو نوع من الغمر، شربوت يا مان. النزل بيجيبوا لك التهنية والبلح وبدوها غمير وكبولا جنو سفناب واللي بيبسي. الحاجة دي بتكون مسكرة 200 يعني الليلة أو بكرة، وهو داير يستقبل جنو الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الهداية والتوبة والمغفرة. يستقبل جنو بنوع من المعاصي. خمر رماد يا جماعة، خمر رماد ده أنا شايفه زي إحنا عيد الحب، فرق ما فيه، اللي بتحصل فيه كله كيكة. رأيكم شنو في الخمر رماد دي؟ متابعيني حلوين، خميتوا ولا لسه؟ وروني الواحد بيعمل شنو يعرف نفسه خمر رماد. يلا ناس الرماد يعني لو ما خميتوا الرماد ما حتصوموا، ولا الفحم شنو يعني؟ في النوع الآخر ده استقبل رمضان ده مش بمعصية، بأم المعاصي ومن أكبر شنو الكبائر. يقول لك أم الرمات يعني ماشي شنو يغلط لما بت، يعني 2 عشاق يطلعوا يمشي لحتة بعيدة ولا محجورة ولا مقفولة عشان شنو يغم الرمات، هيتونس معاه يعني. وما خلى رجل بامرأة إلا. طيب موضوع حلقتنا الليلة بيتكلم عن خم الرماد، الاثنين توروني يعني شنو خم الرماد بالنسبة لكم، وانتوا بتخموا الرماد كيف؟ معك حضر الصور في خم الرماد. معقولة؟ ده اليوم الحنين يا اليوم الجميل، آخر يوم للمعاصي قبل رمضان يعني. آخر يوم قال للمعاصي قبل رمضان، ده تصريح. أيوة تأتين فيه معاصي كلها عشان رمضان تخش نظيف تتوب. طيب انت بتخم الرماد كيف؟ تطلعوا بتاكلوا ولا بيحصل شنو؟ والله يا أخي شوف المدام شوف لنا حتة رايقة كده جميلة نقعد فيها بمزاج، وحصل الحصل. حدث ما حدث؟ حدث ما حدث. ما حدث ما حدث. ما عدس بس الله يغفر لنا غاية. وانت يا عثمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ام الرماد كيف؟ اول حاجه امسك المايك. الرماد ده بخمه
طيب في رمضان انت اول ما تسمع خمرمات بيخطر في بالك شنو؟ حاجات كثيرة والله. مثلا مثلا اقرب حاجه. فور اكزامبل فور اكزامبل. الله فور اكزامبل صعب والله. مي وين اكزامبل؟ والله نطلع طلعات ونسه وضحك. ونسى. هل يجوز استقبال الشهر العظيم بالمعاصي سواء كان بخمر الرماد المقصود ولا خمر الرماد بتاع الاكل والشراب؟ انت ما قاعد تاكل 11 شهر يا اخونا، ربنا ده مما الله خلقك ضبطة كل الليله بطلعت لهت لا خليت شيء لا مفتفت لا اقاشي لا يعني كله لميته وكبيته في شنو الحنونه بتاعتك دي 11 شهر. انت لازم انت لا ربيت جذوم لا عضلات يوم واحد تسمنك ماشي ترتكب معاصي واخطاء ولا زي دي واحدة طالبة تقول لك يا اخي غم الرومات سألتها بجراءة كده قال لها شنو رايك شنو في خم الرومات؟ قال لها سألتها بكل جراءة قال لها رايك شنو في خم الرومات؟ قال لها خم الرومات شنو؟ يعني اتنين والشاخ يطلعوا يمشي لهم حتة بعيدة يغمر الرومات. الناس اللي عندهم بنات في الجامعات والداخليات دي لا شعورهم شنو في الحتة دي لما يسمعوا الشيك ده بكل جراءة وبدون خجل بدون اختشاء واحدة تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني الكلام ده أي إنسان داخل السودان وخارجه عنده علاقة بالنت شايل له تليفون كبير بالصدفة هيلقاك سواء كان غالك ولا أخوك ولا أبوك شنو قاعد يخسر فيه قروش يوديك تتعلم وانت بتتعلم في السفاهة والتفاهة. خم الرماد ده خم عذاب ونوع من خم الذنوب. فمن هنا نسمع كلام أخوتنا دي بتقول في شنو. نترك لكم التعليق ونشوف الحاصل شنو. عليكم نتعرف بك. خديجة يحيى حسن. طيب يا خديجة يحيى حسن، يعني شنو خمرمات؟ خمرمات يعني الخمرمات يعني جماعة وحده عشاق يمشوا البحر يخموا الرماد. عشاق يمشوا البحر يخموا الرماد؟ هي يخموا الرماد. قاعد تمشي البحر؟ حبيبي قال لي ما تمشي معاي. حبيبك قال لك ما بتمشي معاه؟ ما قاعد امشي معاه. ليه حبيبك ما قاعد يخم الرماد؟ ما قاعد يخم الرماد. خلاص شكله بخم مع واحدة تانية ما حنك. ليش حبيبة؟ معلش حبيبة؟ معلش ما قالوا الما عندك فتشوا بتلقاه في غيرك. والله هو عندك لكن مقتنع. خلاص عيني يوم خم الرماد امشي بتلقى حبيبك في البحر. معلش حبيبة واثقة من يكون قاعد جنبي. لما يكون قاعد جنبي واعية. السادة الكرام إذا عجبك الفيديو اعمل اشتراك للقناة أو فعل الجرس وما تنسى اللايك العجيب ده عشان يصلك الجديد.